أكلة ولا أطيب ولا أسهل من هيك، وكلها فوائد وكلها خضار، ومناسبة كتير وصحية كتير كتير للي عم يعمل دايت وللي ما عم يعمل دايت. كتير طيبة وكتير سريعة. وتعالوا نشوف الطريقة. بالبداية بنحتاج لباذنجان وبطاطا وكوسة وبصل وفليفلة وشو ما عندكم خضرة فينكم تحطوها. هي أكلة كلها خضار وكتير طيبة. أول شي بنترم الخضرة كلياتها، بنترم بالطريقة اللي بتحبوها. أنا بحب أترمها بهذه الطريقة، تكون قطعة كبيرة مشان تضل متماسكة على النار وقت اللي بدنا نحطها بهي الطريقة. ترمنا الفليفلة، بعدها بنترم الكوسة شرائح بهي الطريقة كمان، بتكون عريضة مشان ما تنهرس على النار. أكلة كتير صحية وكلها فوائد وما بتنصح أبدا أبدا. إذا حبيتوها قولولي من أي بلد أنتو عم بتتابعوني وشو بتسموها ببلدكن. نحن بنسميها كواج، وكل شخص بيعملها بالطريقة اللي هو بيحبها. وهي أكلة خضار معروفة عنا بامتياز والكل بيحبها، الكبار والصغار بيحبوها. تشكيلة خضار وبنكهة كتير طيبة ومميزة. هاي الباذنجان كمان قسمناه بهذا الطريقة. شوفوا كيف، ولا أسهل من هيك. فينكن تختاروا الطريقة اللي بتناسبكن لترم الخضرة. المهم انه تنترم وتنحط كلها فوق بعضها، كلياتها بتنعمل بصينية وحدة، ما أنا محتاجة كذا صينية، صينية وحدة كافية لنجمع كل الخضار مع بعض ونسويهم. وسهلة كتير للعزابية كمان، ما بتاخد منن وقت، وسريعة كتير واقتصادية كتير كتير موفرة، وبتناسب لعائلة كاملة. هلأ هيك نحن عم نقطع البطاطا. قولولي من وين انتو عم تتابعوني، واذا بتحبوا فيديوهاتي لا تنسوني من لايك والشير وتعليقاتكم الحلوة. شوفوا كيف ترمنا كل الخضرة بهي الطريقة. حطيت كل الخضرة فوق بعضها، البطاطا، الكوسة، الباذنجان، البصل، وانتو شو بتحبوا تحطوا لأنواع خضرة بتناسب، ما في أي مشكلة. هلأ بنترم البصل. أنا بحب أترمه جوانح لأنه أصلا هي بتدوب على النار وما بتعود تطلع أبدا، يعني بتعطي طعم كتير كتير طيبة وخرافية وما بتبين، كلياتها بتدوب. هلأ بنحط الخضرة هيك مثل ما شايفين كلياتها فوق بعضها. بعدها بنجيب بندورة ومنقطعها ومنحطها بالمحضرة. بنكتر بندورة قد ما فينا نكتر بندورة لأنه هي اللي بدها تعطيها الطراوة وهي بدها تعطيها النكهة الطيبة والجوسي. بنفرمها بالفرامة على أنعم وجه. وشوفوا بنحطها فوق بعضها، وبعدها بنحط البهارات اللي هي ملح. كتروا ملح على الطريقة اللي انتو بتحبوها. فلفل وفليفلة حمراء او بابريكا، وبنخلطهم كتير كتير منيح مع بعض ليصيروا بهي الطريقة. شوفوا كيف طلعت، بسم الله ما شاء الله، سلطة او لوحة فنية بجميع الالوان والموديلات. وبعدها بنجيب سمنة، انا هون عندي سمنة حيواني، حطيتها هيك على الوجه وبدخل الفرن وبشغل عليها من تحت. بعدين من فوق انا مثل العادة ما بحط لها قصدير. شوفوا بسم الله ما شاء الله كيف الهبلة عم بتطلع منها، وبتاخد العقل ومؤمرة من فوق، بتاخد العقل. اذا حبيتوها لا تنسوني من اللايك والشير وتعليقاتكم الحلوة. كانت معكم قناة ام عصام، بحبكم كتير وتابعوني. السلام عليكم ورحمة الله.